السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا الموجز الذي نذكركم من خلاله بأبرز أخبار سوق انتقال اللاعبين الأوروبي. وبداية أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي عن تعاقده مع الجناح الأيمن جوردي مبولا قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لغاية شهر يونيو 2027. ومن جهته أعلن نادي بياسفي أيندوفن الهولندي عن تعاقده مع الحارس البلجيكي جورن برونديل قادما من نادي بيفيرين البلجيكي بعقد يمتد لغاية شهر يونيو 2026. وفي خبر آخر، وصل اللاعب الإسباني باو توريس اليوم لمقر نادي أستون فيلا الإنجليزي تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله للنادي الإنجليزي. وحسب تقارير صحفية فإن الصفقة ستكلف النادي الإنجليزي 32 مليون يورو بالإضافة ل5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي على الصفقة يوم غد الأربعاء. وبدوره أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي عن تعاقده مع الكوري الجنوبي تشو غوي سونغ قادما من نادي تشومبوك الكوري بعقد يمتد ل5 سنوات قادمة. وفي أخبار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي يقترب من تجديد عقد مهاجمه ماركوس راشفورد بعقد طويل الأمد يأتي هذا بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين. وفي أخبار نادي برشلونة الإسباني، ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن النادي الإسباني بات مستعدا لبيع لاعبه الإيفواري فرانكيسي مقابل 15 مليون يورو. وبعيدا عن سوق انتقالات اللاعبين، عاد الحارس الألماني مانويل نوير لتدريبات فريقه نادي بايرن ميونخ الألماني بعد شفائه من كسر في ساقه تعرض له في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. وفي خبر أخير، اقترب نادي اي سي ميلان الإيطالي من حسم صفقة اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو. ومن المنتظر أن يجري اللاعب الفحص الطبي يوم غد الأربعاء تمهيدا لتوقيعه مع النادي الإيطالي.